يا مساء الورد او صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. معلش صوتي ضايع خالص لاني ما نمتش من امبارح. ف وما كنتش قادره اعمل الاكل بصراحه، فقعدت افكر ايه اسرع حاجه. لقيت ان انا اعمل مقلوبه. بس المقلوبه هنا النهارده انا عاملاها بطريقه جديده، عاملاها باللحمه. انا في الطبيعي بعملها بالعصاج اللي هي اللحمه المفرومه. بجيب كمية لحمة مفرومة وبعصجها وبشيلها في الفريزر، فما كانش عندي. فطلعت لحمة وسلقتها بالطريقة العادية جدا بتاعتنا. والمقادير هنا 3 كوبايات ونص رز مصري مغسول ومتصفي. 2 بتنجان رومي كبير قطعتهم وحطيت عليهم ملح. حطيته في مصفى علشان ينزل ميته. وبعد كده قليته وسبته يتصفى. وجبت حلة حطيت فيها شوية زيت. وحطيت اللحمة في النص. وهحط حواليها البتنجان. انتوا ممكن تحطوا بالطريقة اللي انتوا عايزينها. ممكن تحطوا اللحمة بين الرز في وسط الرز كده. المقلوبة طبعا انتوا عارفين انها بتبقى راق رز وراق بتنجان. فدي مفيش مشكلة، يعني اعملوها بالشكل اللي انتوا تحبوه. مش حابين تحطوا اللحمة من تحت خالص وحابين تحطوها في النص، مفيش مشكلة، هي كده كده مستوية. فالموضوع سهل وبسيط يعني. اللي تحبوه اعملوه بالطريقة اللي تحبوها. هنا حطينا بقى كمية الرز، نص كمية الرز اللي في الأول. وسويناها. وحطينا عليها راق كده من البتنجان الرومي. وبعد كده هنحط النص التاني من الرز. وهنسويه برضو. ونحط كمية البتنجان المتبقية عندنا، او المتبقية يعني معانا. وما تنسوش يا جماعة تقولوا لاصحابكم يعملوا سبسكرايب علشان القناة تكبر بيكم. بس هنا بقى احنا بنحط البتنجان، اخر طبقة بتنجان. هنا انا هعمله بالشوربة مش بالمية. جبت الشوربة اللي سلقت فيها اللحمة، زودت عليها ملح وفلفل وكوبيبة صيني ومعلقتين صلصة علشان تديها لون وتديها طعم. طبعا احنا كلنا عارفين ان الصلصة بتدي تيست كده مسكر. وقلبتها علشان ادوب الصلصة فيها. وهنا بقى هحطها على الرز والبتنجان. بس في حاجة يا جماعة هنا، الشوربة بتغطي بس الرز. غير الرز اللي بشعرية او الرز الابيض بنحط اكتر من عقلة صباع يعني، او عقلة صباع اعلى من الرز. هنا لا، بنغطي بس الرز. وبعد كده نحطه على نار عالية لغاية ما يغلي، وبعد كده نوطي عليه ويستوي السوا العادي جدا. بصوا يا جماعة اللون عامل ازاي، من غير كركم من غير كاري من غير اي حاجة. والريحة روعة بجد، يعني حاجة تجوع. وهنا المفروض بقى اقلبوها تحطوها من الحلة. حطوا من الحلة. انا حاولت اقلبها بصراحة، يعني لقيت لازق شوية بصراحة يعني. خليني صريحة معاكم. المهم عادي، بس اتصرفت اهو، شكلها حلو وطعمها احلى، يعني المهم الطعم. احنا بناكل الطعم مش الشكل. هنا هنحط بقى الرز واللحمة في الطبق. في ناس على فكرة بتعملها ببطاطس كمان مع البتنجان. بس انا بحبها بالبتنجان لوحده اكتر يعني. بحب استمتع بطعم البتنجان لوحده. البطاطس اكلة تانية، رز وصينية بطاطس. عايزة اقول لكم يا جماعة ان اللحمة مستوية بطريقة فظيعة. لانها مسلوقة وكمان كملت سواها مع المقلوبة. بصوا انا وريتكم، يعني حبيت اوريكم وانا بقطعها بالمعلقة. لا بجد طعمها رائع. والرز مفلفل جدا جدا. يا جماعة دي معلقة صغيرة. علشان بس لو عايزين تتنمروا عادي. انا عادي يعني، انا بحب التنمر جدا. انا يعني طالعه معاكم بطبيعتي، بحب ورا الكاميرا زي قدام الكاميرا بالظبط. بجد تسلم ايدي روعه. طبعا بعد الاكله دي يبقى كوبايه شاي محترمه. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك، وتقولوا لاصحابكم يعملوا سبسكرايب ولايك، ومستنية الكومنت بتاعكم ورأيكم. باي باي.